اعرف دلوقتي زملكاوي ولا اهلاوي؟ علم الاهلي ورا فين علم الزمالك؟ ما لقيتوش. خالد الكردي اهلاوي ولا ايه؟ ولا زملكاوي؟ بس الناس بتقول ان انت متزملك او ان انت بتجامل الاهلي وبتجامل النادي الاهلي. مش اجابه على السؤال، انا زملكاوي يا عم. يقول انت خلاص بقيت اهلاوي اصلا. جمهور الزمالك كان هو سلم النجاح بالنسبه لي، وكنت بقلد المستشار مرتضى. هل تنكر ان سيادته كان سبب في شهرتك؟ هو السبب، فاهم يا ولد؟ ان هو دخل نادي الزمالك في معارك مع اشخاص مع هو شخصيا اثرت على نادي الزمالك بالسلب. ده امام عاوز يصالح جمهور الزمالك وراح لشيكا وجامل. افضل ان انت تعمل كده وكده مش حلو، انما مش عايزينك تقوله كده تجملا في النادي الاهلي. احنا عارفين ان انت بتقوله حقيقه، بس اللي انك بتقول هو اسطوره الكره المصريه وليس محمد صلاح. كابتن رضا عبد العال قال لك هربان من اقساط هناك جاي كمان يلعب علينا ايه؟ لا، امام عاشور زعلت عليه طبعا، والاضافه كبيره للنادي الاهلي. وفي الفتره الحاليه هو احسن لعيب في مصر. خدنا منك الفلوس يعني الحمد لله. امام عاشور ما بيعرفش يباصي، كيس جونياس بتاعك والله العظيم بتطبيل النادي الاهلي. انت عايز من الاهلي ومن امام عاشور؟ كفايه، قرفنا، زهقنا. ايه ده؟ مكسب لعبد الله اكتر منه للزمالك كان يبقى للزمالك لو من موسمين فاتوا ايام الكراتين. ساعات من الخوف يغيب الشوف، وكالعاده بشد خيالي واتكون واشوف الكون من الاول. انا بشكرك يا تميم حبيبي انت نورتني. بودكاست عالمي والله العظيم بجد. على قدنا مش بودكاست. لا والله لا جميل والله. الناس لما تشوف الحلقه هتعرف يا جماعه احنا باقل امكانيات والله، لكن هو هيطلع شغل حضراتكم هتحكموا عليه، وانا بشكره جدا جدا وبتمنى له التوفيق ان شاء الله. باذن الله الحلقه تعجبكم وتكون خفاف عليكم ان شاء الله. يا رب. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.